ما هي الحكمة من خلق الماء بلا لون ولا طعم ولا رائحة؟ هل تساءلت يوما ما الحكمة في أن الله جعل الماء الذي نشربه عذبا، أي ليس له لون ولا طعم ولا رائحة؟ فلو كان للماء لون لتشكلت كل ألوان الكائنات الحية بلون الماء الذي يشكل معظم مكونات الأحياء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لو كان للماء طعم لأصبحت كل المأكولات من الخضار والفواكه بطعم واحد وهو طعم الماء، فكيف يستساغ أكلها؟ قال تعالى: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولو كان للماء رائحة لأصبحت كل المأكولات برائحة واحدة، فكيف يستساغ أكلها بعد ذلك؟ لكن حكمة الله في الخلق اقتضت أن يكون الماء الذي نشربه ونسقي به الحيوان والنبات عذبا، أي بلا لون ولا طعم ولا رائحة. فهل نحن أدينا للخالق حق هذه النعمة ولم تقف الحكمة في ماء الحياة؟ ولكن انظر إلى هذه المياه المختلفة: ماء الأذن مر، وماء العين مالح، وماء الفم عذب. اقتضت رحمة الله أنه جعل ماء الأذن مرا في غاية المرارة لكي يقتل الحشرات والأجزاء الصغيرة التي تدخل الأذن، وجعل ماء العين مالحا ليحفظها لأن شحمتها قابلة للفساد، فكانت ملاحتها صيانة لها، وجعل ماء الفم عذبا ليدرك طعم الأشياء على ما هي عليه، إذ لو كان على غير هذه الصفة لأحالها إلى غير طبيعتها. اللهم لك الحمد والشكر على نعمك الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى.